يعني مين أعجب ناس إيمانهم غريب أو غير متوقع. حتى يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما من أعجب الناس إيمانا، يعني مين أعجب ناس إيمانهم غريب أو غير متوقع. فقالوا له يبدو أن الصحابة تبادر إلى ذهنهم الملائكة في الأول، فقالوا له الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه الملائكة؟ كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم، يعني الملك ده الموضوع مش مختلف تمام. فقالوا له إذن الأنبياء. فقال كيف لا يؤمنون وهم يوحى إليهم؟ فقالوا له إذن نحن، يعني الصحابة. فقال فكيف لا تؤمنون وأنا بين ظهرانيكم. يعني الصحابي في صحابة كتير جدا كتير جدا، زي سيدنا عبد الله بن سلام حبر اليهود، ده الراجل بالكتب بالعلم اللي هو عنده منتظر أن يأتي نبي خاتم الأنبياء والمرسلين. أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لما شاف النبي قال ما هذا بوجه كاذب، يعني وش النبي ده ما يكذبش. فده رأى فكيف لا تؤمنون أنا بين ظهرانيكم. فقالوا له فمن، يعني مين بقى ده أعجب الناس. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجدون إيمانا مكتوبا في الكتب فيؤمنون به. يعني هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى أحد ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارفين يا اخوانا حتى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من أمتي، مجموعة من الناس، فيسألون هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من أمتي فيسألون هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من أمتي فيسألون هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، وكأن ايه نور. فالمشكلة ان هو يأتي جيل بعد 1000 سنة ولا 1200 سنة. طب ده من أين يدرك الحق؟ لولا أن هذه الأمة من رحمات الله عز وجل أنه يحفظ عليها كتاب الله عز وجل وسنة النبي. لأن الوحي احنا دايما نقول القرآن اللي هو متعبد بتلاوته، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أقره وما رآه فأقره وما فعله، كل ده مقرر. طب السنة تصل إلينا برضه من رحمات الله عز وجل أنها تحفظ عليها الأمة بالأسانيد وتأدية العلم كما أدي إليها.